مساء الخير. مساء الخير. ما تيجي اخدك معايا في رحلة غريبة كده حصلت من كام سنة، بس متأكد انها هتكون اجابة لسؤال ربما يكون شغلك من زمان. السؤال ده يخص حوار جثث الفضائيين اللي اكتشفوها من فترة. سنة 2006 المواقع الإخبارية المشهورة في لندن اتكلمت عن خبر غريب جدا، وهو عودة ظهور صناديق ميرلين للساحة مرة تانية، وكانت منزلة صور غريبة جدا لمخلوقات أغرب. مخلوقات يا صديقي احنا ما بنشوفهاش غير في الكرتون أو الأفلام أو المسلسلات الخيالية، مخلوقات كلها من ارض الخيال. بس المريب ان الصور كانت حقيقيه تماما، وان الجثث المتحنطه للكائنات دي حقيقيه جدا. وطبعا بجانب الصور كان في مقال بيحكي عن المخلوقات دي وعن صاحبها توماس ميرلين. توماس كان واحد من اشهر علماء الاحياء في عصره، وكان مولع جدا بدراسه الكائنات الغريبه. الشغف ده ورثه توماس من ابوه، واللي كان رفيق لكل رحلاته في الاراضي البعيده. فلوسهم ونسبهم الارستقراطي كان مساعدهم على سهوله دخول اي بلد والتنقلات جواها. لكن بعد فترة مات ابو توماس عشان يسيب ابنه توماس مع كومة من الابحاث والمخطوطات والتشريحات لكائنات غريبة نوعا ما. فبيقرر توماس يكمل في حلم والده ويسعى اكتر لجمع اكبر عدد من المخلوقات والكائنات اللي ما شافتهاش البشرية قبل كده. وقدر فعلا توماس انه يجمع عدد كبير جدا من المخلوقات دي، لكن كانت دايما بتقابله مشكلة، وهي نظرة الناس ليه على انه دجال او ساحر او مشعوذ. وده طبعا راجع لاسباب كتير جدا، اهمها ان توماس كان دايما لوحده في قصر كبير ملوش ولا معارف ولا اقارب ولا حتى اصحاب، وان الاوراق والابحاث اللي كان بيعملها كانت دايما بتكون بخطوط ولغة غير مفهومة. والغريب بقى في الحكاية ان توماس ما كانش بيكبر مهما عدت عليه عشرات السنين، بيفضل دايما توماس بمظهر الرجل الأربعين. وزاد الطين بلة لما قرر توماس فجأة انه يعرض على الناس مجموعة من الكائنات دي، لكن كانت دي نهايته مع التعاملات البشرية تماما، لأن الناس يا صديقي رفضوا أبحاثه واكتشافاته وقالوا عليه مشعوذ ودجال، ورفضوا تماما أي تعامل مع توماس. من وقتها اختفى توماس وما عادش حد يعرف عنه اي حاجه، ولا اي حد يجرؤ حتى انه يدخل القصر بتاعه. بعد اكتر من 100 سنه على اختفاء توماس، تحديدا سنه 1960 وصل اتصال لواحده من دار الايتام في لندن من شخص اسمه توماس ميرلين، بيبلغهم انه اتبرع بقصره لاطفال الملجأ بتاعه، لكن بشرط يا صديقي ان القصر ده ما يتهدش ولا يتباع. وطبعا دي كانت فرصه عظيمه للملجأ اللي قرر انه يعمل شويه تجديدات في القصر. وبالصدفه البحتة اثناء عملية الترميم اكتشف واحد من العمال سرداب في القصر. العامل وهو بيهد حيطة اكتشف وراها سرداب طويل جدا، وبعد ما نزل السرداب هو ومجموعة من العمال زمايله لقوا قدامهم الاف من الصناديق، وصل عددهم ل5000 صندوق، كلهم كانوا مقفولين باحكام، وده خلى العمال يعتقدوا ان ده كنز سابوه اصحاب القصر. بس المفاجأة بقى يا صديقي كانت وقت فتح الصناديق دي، كائنات اسطورية ما شافوهاش غير في عروض الخيال متحنطه ومحفوظه بشكل سليم جوه الصناديق. اطفال برعون، اقزام صغيرين، فراشات كان جناحها بيوصل لنص متر انسان، جماجم ومستذئبين ومصاصين دماء، هياكل عظميه غريبه، تنانين وديناصورات، والكثير من الكائنات الغريبه كأننا في عالم ديزني، وغيرها من الهياكل الغير معروف اصلها او نوعها. وطبعا ما كانش قدام العمال غير انهم يسلموا الصناديق دي للحكومه. ومن وقتها اختفت الصناديق دي سنه ورا سنه ورا سنه لحد ما وصلنا لسنه 2006. ظهرت الصناديق دي مره تانية في ايد شخص اسمه أليكس، واللي قرر انه يكمل مسيره توماس ميرلين ويدافع عن حقه وجهده في اكتشاف الكائنات دي. أليكس قدر يعمل متحف باسم ميرلين وعرض فيه الصناديق دي والكائنات اللي جواها والمخطوطات اللي سابها توماس ومواضيعها اللي كانت سابقه زمانها وعصرها بكتير، واللي اكتشفنا منها ان ميرلين كان بيتكلم عن نظريه تعدد الاكوان والاكوان الموازيه والسفر عبر الزمن. وطبعا كتير من العلماء شككوا في اكتشافات الصناديق دي ومحتوياتها، وطلبوا من أليكس ان هم ياخدوا منهم عينات يعملوا عليها شويه تحاليل وابحاث، لكن أليكس رفض يعمل كده، واكتفى أليكس باستقبال زواره وسرد لهم قصه الصناديق دي. بعد فتره من شهرة المتحف ومحتوياته اعترف أليكس ان هو اللي عمل كل الجثث دي،
او خلينا نطلق عليها لقب مجسمات وزيفه. وقال انه ضاف ليها قصة توماس ميرلين عشان يزود حبكة القصة والناس تصدق فيها يعني. وطبعا اللي ساعده في تكوين المجسمات دي هي موهبته القوية في فن النحت والتصميم، المشروع اللي خد منه 15 سنة، وانه من البداية كان يقصد خطف الانظار لقضية تقبل لوجود كائنات اخرى موجودة معانا على الكوكب، وان من كتر ما هنشوف المجسمات اللي هو عملها عينينا هتعتاد على رؤية الكائنات النادرة الغريبة، فلما يحصل ونشوف اي حاجة غريبة ما نخافش منها ونقتلها، لكن نتصالح مع فكرة وجود حياة لكائنات اخرى غير اللي معانا على الكوكب. احنا اكيد ولا شفناهم ولا قابلناهم قبل كده، رغم اعتراف أليكس الصريح لتزييفه للكائنات دي، الا ان جزء كبير منها بيقول لنا ان أليكس اتعرض لتهديد من القيادات العليا اللي بتحكم العالم، واللي من مصلحتهم ان الشعوب ما تعرفش ان الكائنات دي حقيقة، لكن هم بدورهم شايفين ان هي حقيقة 100%. بس أليكس خايف يقول وغير رأيه فجأة علشان خايف من حاجة اقوى منه. شفت القصة؟ شفت البلبلة اللي حصلت؟ شفت ان ممكن يكون قدامك شيء لمسه وشايفه ويطلع في الاخر مسرحية؟ خبراء ومحللين كبار جدا في مجالهم اتلخبطوا واتحيروا. اهو ده بالظبط اللي حصل في جلسة الكونجرس اللي تمت في المكسيك، واللي فاجئنا فيها خيمي موزان بعرضه لجثتين محنطين لكائنات فضائية، واستغل شغف الناس ومتابعتهم القوية الفترة الأخيرة في اعترافات الجنود في الكونجرس الأمريكي برؤيتهم للأطباق الطائرة والأجسام الغريبة كانوا بيشوفوها في السماء. خيمي قال إنه لقى الجثتين دول من حوالي 6 سنين في منجم في بيرو، وإنه لما عمل عليهم تحاليل اكتشف إن عمرهم حوالي 1000 سنة، وإنه لقى جواهم ما يشبه البيض، وإنه لما عمل تحاليل عليهم اكتشف إن هم مش بشريين. وطبعا من ساعتها والدنيا مقلوبة على ادعاءات الأخ خيمي، وكل العالم تقريبا بيتكلم عن الموضوع. بس الناس اللي عارفة خيمي أو متابعين حوارات الفضائيين عامة هم أكتر ناس مدركين بألاعيب اللي بيعملها كل فترة عشان يأكد وجود فضائيين، وليه صيت كبير جدا في الخداع والتزييف وإعلانه لحاجات ما حصلتش أصلا. وكان المعمل بتاع الجامعة اللي ذكر إن هي عملت التحاليل اللي هو عرضها طلعت نافت كلامه وقالت ده ما حصلش، وإن اداهم جلد وعظام حيوانات، وإنهم ما شافوش الفضائيين دول وكدبوه. فالشاهد هنا إيه؟ زي ما أليكس رفض إن محتويات صناديق ميرلين يتعمل عليها تحاليل وأبحاث، كمان خيمي رافض إن الجثتين اللي بيزعم إنهم فضائيين يتعمل عليهم تحاليل وأبحاث. وطالما العرض ده اترفض يبقى كل اللي بيحصل مجرد شو مش أكتر. فأنت يا معلم قبل كام سنة مش من بعيد يعني حصل عندك نفس القصة، صناديق، كائنات غريبة، تصريحات قرب، قصص درامية الناس بتصدقها وناس بتصطدم، وفي الآخر كله مزيف يا صديقي. وبعدين بالله عليك يعني مش لما يبقى في فضائيين هنكون احنا أول ناس بتعلن لك عنهم وننزل صورتنا معاهم كمان؟ فروق كده وقول لاصحابك ان الموضوع كله فيك، وانه حصل قبل كده من زمان كذا مرة، وان دايما صاحب الفكرة بيبقى كذاب، لان الفضائيين الحقيقيين مش هيظهروا غير لما يعدوا علينا احنا الاول، عشان احنا اكبر فان ليهم على الكوكب. هسيبك بقى شوية مع تساؤلاتك وحيرتك دي، لو في اي حاجة مش فاهمها في الفيديو اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش تقول لنا رأيك وتدعمنا بلايك وفولو وشير. والفيديو ده يا صديقي سبونسر شركة باك باك. باك باك هي منصة تجارة إلكترونية بتربط المصانع بتجار التجزئة، بتبيع بالجملة ونص جملة، وتقدر تصنع أي منتج معين لو أنت حابب. كتب السكريبت ده ياسمين عزيز، وصوره محمد النشار، وقدمه ليكم محمد أسامة، ودي القصة كلها.